الكنيسة المرقسية ومقرات باباوات الإسكندرية بالتاريخ الروحي للمصريين من بدايات القرن الأول الميلادي. كان الإسكافي الإسكندراني البسيط أنانيوس هو أول من آمن بالمسيحية في مصر سنة 61 ميلادية. أهدى أنانيوس بيته المتواضع ليتخذوا القديس مار مرقس الرسول كأول مكان للدعوة المسيحية في مصر. ولما زاد عدد المؤمنين قرر القديس مار مرقس رسامة أنانيوس كأول أسقف لمدينة الإسكندرية. وبعد استشهاد مار مرقس تم دفنه في كنيسة بوكاليا الموجودة في نفس موقع المقر الحالي للكنيسة المرقسية بمحطة الرمل في اسكندرية، واللي استمرت كمقر للبابوية حتى عام 1047 ميلادية. المقر البابوي الثاني كان في كنيسة السيدة العذراء المعلقة، واستمر من عام 1047 حتى 1320 ميلادية. مع بناء القاهرة في عام 969 ميلادية لتصبح عاصمة الدولة الفاطمية، انتقل النشاط التجاري للمدينة الجديدة، وقرر البابا خريستوذولوس البطريرك رقم 66 قرر نقل الكرسي البابوي لكنيسة السيدة العذراء المشهورة بالكنيسة المعلقة في منطقة مصر القديمة. أما المقر الثالث لباباوات مصر فكان بكنيسة السيدة العذراء في حارة زويلة، واستمر من سنة 1320 حتى سنة 1660 ميلادية. وبدأت حكايته لما قرر البابا يؤنس الثامن البطريرك رقم 80 نقل الكرسي البابوي من كنيسة السيدة العذراء المعلقة إلى كنيسة السيدة العذراء الموجودة في حارة زويلة. المقر البابوي الرابع كان بكنيسة السيدة العذراء المغيثة في حارة الروم، واستمر من عام 1660 حتى 1799 ميلادية، وتم استخدامه في عصر البابا متاوس الرابع البطريرك رقم 102 عندما نقل الكرسي البابوي لكنيسة حارة الروم بمنطقة الغورية بالضرب الأحمر. المقر الخامس كان في الكنيسة المرقسية الكبرى بالأزبكية، واستمر من عام 1799 إلى 1971 ميلادية لما قرر البابا مرقس الثامن البطريرك 108 نقل الكرسي البابوي من حارة الروم إلى الكنيسة المرقسية الكبرى في الضرب الواسع، وتم تكريس الكنيسة للصلاة في 14 سبتمبر سنة 1800 ميلادية. المقر السادس الكاتدرائية المرقسية بحي العباسية من عام 1971 وحتى الآن. حكاية هذا المقر البابوي الشهير بدأت في